عالم المشاهير توسع والسوشيال ميديا عرفتنا على أسماء كتيرة رائعة أصبحت نجوم بدورة. واليوم حابين نعرفكم على واحدة من صناع المحتوى المهمين، بتعمل محتوى دمه زي العسل زي ما هو مكتوب على البايو على صفحتها. بتحتفل؟ النهارده بنحتفل بيوم النوم العالمي. يوم ايه؟ النوم العالمي. النهارده يوم النوم العالمي. ايه اهم عندك من النهارده؟ الفلوس. انا اللي هحتفل بيكم، انا اللي حاسه بيكم، انا اللي منكم وفيكم. واشكركم بالنيابه عن كل راجل قاعد دلوقتي على الكنبه ولا حاسس بيكم. على قد ما الاحتفال باليوم ده بالذات بيفرحني قوي، على قد ما سبب الاحتفال بيه كل ما افتكره بزعل قوي. تعالوا هنشوف ليه. يوم 8 مارس. طيب خلونا نرحب بريناد فتحي اللي موجوده معانا في الاستوديو. والحقيقه خلونا اقول لكم ان الثلاث اربع دقائق اللي فاتوا ما كانوش سهلين جدا، مش عارفه ابتدي الحوار جد على الاطلاق. الموضوع مش سهل انها مش بتبطل هزار. صباح الخير عليك يا ريناد، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. ايه القصه؟ حياتك كلها هزار، بنحاول كده نفك، ضحك بحاول افك. اوكي طب جميل، على الاقل يعني حاجه تفكنا كده واحنا في رمضان صايمين، حاجه تلطف الجو اللي علينا. انا عايز اعرف منك انت بتحسي ايه اللي بيميز المحتوى اللي انت بتقدميه؟ طبعا شفنا المحتوى كله ضحك، كلها حاجات بتضحك. انت بتشوفي نفسك فين في عالم الكوميديا اللي موجوده على مواقع التواصل؟ انا كوميديه؟ لا ما دام انتوا حسبتوني كوميديه دي حاجه كبيره قوي. ما ضحك بقى لنا 5 دقايق. لا بس لا والله يمكن دمي خفيف. احنا كمصريين معروفين بدمنا الخفيف وانت عارف كده. كلمي عن نفسك. تمام. احنا معروفين بان احنا يمكن الناس حبت فيا ان انا على طبيعتي، يعني شبه الناس قوي. حتى في ناس كتيره بتكتب لي على الكومنتس مثلا انه بحسك صاحبتي، بحسك بنت خالتي، انت فاهم؟ فيمكن القرب بيني وبين الناس هو ده اللي عمل العلاقه اللي ما بيننا، ان هو حبوني بيها، يعني قربت منها. طيب بشكل عام بدي تعرفينا على المحتوى يلي بتقدميه ريناد، بتحكي مع العالم، بتاخدي وبتعطي مع العالم، كيف اجتك هالافكار؟ شوفي يا ستي، انا في البدايه خالص كنت بعمل فيديوز راندوم فيديوز، اللي هو كل فتره اعمل فلوج، اعمل كذا. بس من كتر ما انا منظمه جدا في حياتي، ان انا عندي اولاد وبتاع، فعارفه انت اللي هو بنبقى شويه منظمين زياده عن اللزوم. بس انا اوفر نظام، مش عشان خاطر انا ما تبصليش كده. لا ما انا برضه بحاول اربط ازاي انت بتتعاملي ازاي مع اطفالك، بتهزري معاهم ولا الحياه لطيفه؟ لا هلس طول الوقت، كل شيء في كل وقت، هلس طول الوقت هلس. مفيش حاجه جد. والتربيه يا ريناد؟ ما احنا بنربي بس هلس، عارف؟ احنا مش بمعنى الهلس. فاهمك غلط كده. محدش يفهمني غلط، بس يعني ايه، بنحب كده طاقه كده وروح حلوه كده، الجو ده بحبه اكتر. فالفكره كلها ان انا كنت بعمل فيديوز، فمن كتر ما انا دايما ببص ان انا عايزه انتظم بشكل معين، وتبقى حاجه شكلها حلو تحترم عيون المشاهد، نطور شويه من فكره ان احنا بس هعمل فيديو واقلب وفيديو واقلب وفيديو واقلب. قلت اما انظمهم كده، هنعمل حاجه اسمها على فين يا ريناد. هتبقى برنامج 4 حلقات في الاسبوع، هيكون بيتكلم عن الترافل والفاشن والفود والكيدز اكتيفيتي، بمناسبه ان انا ماما وبطلع كتير، فقلت استغل العيال ونطلع. لا بس انه استغل الخروجات اللي احنا بنطلعها دي في حاجه مفيده. يعني يبقى في محتوى، يعني في جوهر في اللي انت بتقدميه، بس بطريقه لطيفه، بضحك برضه. حاجه لذيذه. لا حاجه لذيذه، واللي هو نبقى شبه الناس بس بشكل اللي هو شبه انا كمان برضو، يعني مش هرضيكوا عشان على حساب نفسي. لا طبعا اكيد لا. طيب خلينا ندخل رمضان على الميكس ده. اوكي. رمضان بيأثر على المحتوى اللي انت بتقدميه؟ في حاجه معينه بتخلي بالك منها في رمضان، بتعمليها في رمضان، بتقدمي حاجه مختلفه من الاخر؟ عملت النهارده كان في الشهر جنب على فين يا ريناد. النهارده كان في الشهر ده برنامج برضو بيتكلم اوكيجنز، يعني بدايه رمضان عملنا حلقه عن دخله رمضان والاجواء بتاعه مصر، واجواء كمان لو كانت هنا في دبي. ابتديت ان انا احضر كذا ايفنت، عاملين سحور، عاملين افطار، بنحاول نعرف الناس اكتر على الكالتشر برضو موجوده في دبي. انا كريناد يعني اقرب من الناس اكتر بفلوج، انه طبخنا ايه النهارده. حتى عملت فيديو وانا في البيت، انه تحضيرات رمضان، وهنعلق الزينه ازاي، وهنطبخ ايه، وهنعمل ايه. الحاجات دي حسيت ان الناس حبيتها اكتر، لان هم اتعرفوا عليا. يعني حلو. يعني ريناد انت نشيطه حتى برمضان، نشيطه شخصيا وبالصيام، يعني نشيطه كثير. yes. كيف بتحضري للمحتوى تبع رمضان؟ هيك بتوعي الصبح، بتفيق الصبح؟ لا بنظم. كيف بتبلشي؟ كيف بتنظم؟ يعني قبلها بعرفه ان انا بكره مثلا هبقى انا بصور، يا اما بتطلع الحاجه
خلاص طلعت عشان احنا حاطين الكاميرا مثلا بنصور، يا اما ببقى انا قبلها كاتبه سكريبت وعارفه انا وانا بعمل ده هبقى بعمل ده وهصور ده يعني كل حاجه بتبقى منظمه، لان برضه عندي ولاد مدرسه وعندي حاجات لازم اجيبها وحاجات لازم اوديها. احنا ما ينفعش ان احنا نبقى بنعمل ده وبنعمل ده ونخرب في ده. اكيد لازم نبقى بنوزن. لازم نبقى بنوزن ما بين ده وده. طيب هل في اضافات، في تعديلات معينه خاصه بشهر رمضان، حاجات بتعمليها في المحتوى عشان يتناسب مع اجواء رمضان؟ فلوجز بقى اللي هو بحس ان الفلوجز كتير بتساعد في رمضان، لان الناس البيوت حتى بقت معظمنا شبه بعض في فرجة على المسلسلات، في صلاة التراويح، في أكلنا، في شربنا. فبحس إن أكتر حاجة بتقربني للناس فكرة إن أنا أبقى بعمل فلوج عن حياتي اليومية، بنعمل إيه، بنروح فين، بنيجي منين، هنلبس الكفتان بتاع رمضان منين؟ كفتان. كفتان بيقولوا عليها كفتان صح؟ عباية. فالحاجات دي أكتر تاتشي مع رمضان يعني. جنب النهارده كان في الشهر، بحب النهارده كان في الشهر لأن هو بيتكلم أكتر عن زي ما قلت لك الاوكيجنز. يعني النهارده مثلا النهارده ايه 21 عيد الام. عيد الام النهارده. كل سنه وانتم طيبه. كل سنه وانتم طيبين يا امهات. فين الكاميرا بتاعتي اصلا؟ كل سنه وانتم طيبه يا ماما. انا اسفه والله اجيب لك كده وانا راجعه. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي. طيب في شي طريقه معينه تنصحي فيها يلي عم بيشوفوكي، يلي عم بيقدموا كمان محتوى لحتى يبقوا هيك مثلك ومحتواهم ممتع ودمه زي العسل مثل ما بتقولي، يعني على شو بتعتمدي؟ بعتمد على طبيعتي، يعني بجد خليكم على طبيعتكم. يعني انا يمكن بحس انه الحاجه اللي مخلياني متميزه انه انا ما بحاولش اتجمل لاي سبب من الاسباب. يعني ما فيش حاجه تقدر تخليني اغير من شخصيتي قدام كاميرا. خلاص انا زي ما انا قعدت معاك من شويه اتكلمت معاك، هو انا اللي طلعت بعدها اول ما قلته يلا نبتدي. حاسه ان طول ما انا زي ما انا هفضل مرتاحه وهفضل مكمله وهعرف اتفاعل اكتر مع الناس. لو حسيت في يوم ان انا بقدم حاجه وما بعملش زيها في الحياه اليوميه هبطل، يا اما هتبقى حياتي كلها متصنعه او مش هعرف اكمل. يعني ما فيش حد بيعرف يكمل في حاجه مش نوت ريل. مش هو. يس. تحسي ان انت مش انت. حاجه صعبه برضه. حاجه صعبه انه خليك على طبيعتك، خليك على طبيعتك، خليك على طبيعتك. فين انا؟ عشان كده الفقره دي مختلفه عن كل الفقرات اللي احنا عملناها. زي ما انتم واخدين بالكم. الناس بتبقى قاعده راكزه بتتكلم، انا قاعده ابص على الكاميرا. طيب ريناد، انا عايزك تكلميني على ايه الحاجه اللي انت بتشوفيها صعبه، ايه الحاجه اللي بتصعب شغلك، بتصعب المحتوى اللي انت بتقدميه في رمضان؟ ايه الحاجه اللي انت بتشوفيها انه رمضان جاي، طيب هعمل ايه في الموضوع ده؟ طبعا التنظيم في بيتي كأم وكأكل هطبخ ايه وعايزه في نفس الوقت ابقى انا بصور محتوى عشان خاطر انا بحب الموضوع ده. ما هو انا بالنسبه لي فكره برنامجين اللي هم النهارده كان في الشهر وعلى فين يا ريناد، انا بعتبرهم برنامج يعني بروبر. بصور تصوير يعني اضاءه وجو. انا قلت لك بعمل فيديو بفيديو تمام. ففكره ان انا ابقى طول الوقت بكتب سكريبت وبكتب هروح الساعه كام وهرجع الساعه كام وهروح اودي ولادي فين وهرجع منين والحاجات دي كلها، وخصوصا ان انا طول الوقت يعني مثلا انا جوزي حاليا بيسافر وبيرجع لي، فانا ماما وبابا وخاله وجده وعمه فاهم. شايله الليله كلها. انا شايله الليله كلها. خلع هو خلعت على الاقل مؤقتا. مؤقتا. لا بس هو بيسبورت مي جامد بصراحه في انه لا شوف انت نفسك في ايه، شوف انت نفسك تعملي ايه، انا في ظهرك، انا معاكي. حتى لما هو دلوقتي اجازه حاليا موجود معانا في رمضان، فعشان لازم نقول كلمتين حلوين بدل ما اروح ما اعرفش اروح البيت. تمام. لا بيشيل عني شويه. بس هي رمضان ككل ان انت تعمل محتوى، ان انت تبقى منظم في بيتك وفي حياتك وهطبخ امتى وهرجع امتى والكلام ده كله اكيد صعب. مش عايزه امثل واقول انه الموضوع مش صعب، لا اكيد صعب. بس بحاول امانج. احنا امهات عندنا ايدين، عندنا 9. صحيح. انت فاهمه؟ ايد في المطبخ، أخطبوط. ايد عيل، ايد محتوى، ايد كاميرا. طب بدي اعرف منك ردود الفعل المتابعين على محتواك الرمضاني، بما انه غيرت شوي المحتوى. دخلت شويه في فلوج. شو الكومنتات وشو والله الناس بتحبني، والله الناس بتحبني الحمد لله. بفرح قوي 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 لان بصراحه الكومنتس معظمها ايجابي بجد. بيقولوا لي كلام حلو قوي انه لا لذيذه على طبيعتك. بتبسط قوي ان هم بيشوفوني على طبيعتي. يعني من كتر ما احنا بقينا في وقت
ناس كتيره بقينا نقول انه يا ترى هو فعلا كده على الحقيقه، يا ترى هو كده فعلا بيعمل حاجه زي كده. فلما بلاقي حد بيقول لي حاجه حلوه بجد بتبسط قوي، اقعد اقول له الحمد لله تعبي ما راحش على الفاضي، انت كويسه شاطره برافو كملي. لا اكيد طبعا. والناس اللي بتابعك منين؟ من كل طبعا عندي من مصر وعندي من السعوديه وعندي من الامارات وعندي من عمان وعندي من كله. لا طيب حلو، انت عندك دلوقتي فرصه انك تعملي اللي انت متعوده عليه، تكلمي الكاميرا توجهي رساله للناس اللي بتتابعك، هتقولي فين لهم الكاميرا إيه؟ بتاعتي يا باشا؟ اهي اتفضلي. دي I love you so much. انا بقى بتكسف هنا خلاص. لا خليك على طبيعتك. على طبيعتي اوكي. انا بحبكم جدا 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 لان انتوا سبب اساسي في ان انا اكون موجوده مع الناس العسل دي، وان انا اكون حاسه اني confident اكتر. ما كنتش هكون يعني. كمل معايا يا باسل، حاول تساعدوا يا شباب. كنتش هوصل اللي انا ما وصلت كنتش له. هوصل للي انا وصلت له لولا ان انتوا شجعتوني ودعمتوني وحبيتوني. كمل يا باسم. رائع خلاص يعني. في تاني بس انا I love you so much. I love you so much والله العظيم يا جماعه بجد. رناد مش عارف اقول لك ايه، بس انت بجد فعلا غيرتي نهايه الحلقه بتاعتنا تماما. انت فعلا دمها زي العسل يا جماعه، وحليتي الحلقه بتاعتنا النهارده، وبتمنى لك كل التوفيق في اللي انت بتعمليه. شكرا ثانك يو. شكرا رناد.